تخيل في مكان واحد كان فطار الست ام كلثوم المفضل، والست اسمهان كانت ليها ترابيزه خصوصي فيه. وفي المكان ده المخرج يوسف شاهين اكتشف نجم عالمي وهو عمر الشريف لما شافه صدفه مع احمد رمزي في نفس المكان. حتى عزرا وايزمان اللي بقى رئيس للبعدة فيما بعد كان من زوار المكان أيام لما كان عسكري مجهول في الجيش الإنجليزي. ده غير إن المكان العظيم ده شهد عملية مخابرات خطيرة للفنان سمير الإسكندراني لما قدر يسقط شبكة جاسوسية كاملة، منهم واحد كان شغال في المكان ده. حكاية جروبي، مقهى المشاهير وعلية القوم في مصر، ومؤسسة الخواجة جاكومو جروبي. ولا أقول لكم تعالوا نبتدي الحكاية من الأول خالص. أهلا بيكم وبرنامج عين، وأنا علا أبو السعدات. سنة 1863 اتولد جاكومو جروبي في جنوب سويسرا، وبالتحديد في مدينة روفيو على حدود إيطاليا. وهو عنده 16 سنة تقريبا ابتدى يتعلم صنعة عمايل الحلويات من قرايبه، واشتغل معاهم كمان شوية في مدينة لوجانو وبعدين مارسيليا في فرنسا شوية، وسمع عن النمو الاقتصادي في مصر وخصوصا بعد افتتاح قناة السويس، وقال لنفسه طيب ليه ما اشتغلش في مصر زي كتير من الأجانب في الفترة دي؟ وفعلا نزل على مصر وتحديدا في اسكندرية سنة 1884 علشان يشتغل شوية مع عيلة جيانولا، وتعرف على مراته وقتها وابتدى ياخد على الشغل في مصر. وأخيرا في سنة 1891 اشترى محل من عيلة جيانولا وبقى معاه محل حلويات ملك في اسكندرية، وفتح شركته الرسمية وسماها جروبي. ولكن بعد فترة حس بالحنين لقريته وبلد الأم، فقرر يرجع لها تاني، وكان معاه مبلغ كويس كسبه من شغله في مصر. ولكن للأسف أو نقول لحسن حظه وحظنا إنه لما رجع على بلده خسر كل فلوسه اللي كسبها من فترة شغله في مصر بسبب استثمارات غلط عملها في الوقت ده. فقرر إنه ينزل على مصر تاني ويبتدي من جديد. وفي سنة 1909 فتح فرع في شارع عدلي في وسط البلد بمساعدة مراته وعيلتها، وكان مبنى كامل على الطراز الأوروبي، وكان ساكن في دور في المبنى ده بالمناسبة. وفتح المقهى في الدور الأرضي، والصراحة نجح من أول يوم. ولكن للأسف أو يمكن لحسن حظه برضه قامت الحرب العالمية الأولى، واللي كانت خراب على الكل ما عدا جاكومو جروبي، لأن اتنقلت كل مقرات قيادات الجيش الإنجليزي على مصر، غير زيادات الجاليات الأجنبية في البلد. وطبعا كانوا أهم زباين لمحلات جروبي. ويقال إن الجيش الإنجليزي لما عملوا يونيفورم جديد للضباط والعساكر للنزهة يعني وكده سموه يونيفورم جروبي. المهم جاكومو جروبي حس بحنين لبلده الأم من تاني، مش قادر يبعد عنها، فساب الشركة في مصر لابنه أكيلي ورجع على بلده تاني. والصراحة أكيلي ابنه مشي على نفس نهج والده. أكيلي بقى كان بيحب مصر جدا، اتولد وعاش في مصر وشرب من نيلها وبيتكلم مصري بطلاقة كمان، فاشتغل بمزاج في الشركة وأبدع في إدارتها. فبعد نهاية الحرب العالمية الأولى اشترى عمارة كبيرة في ميدان طلعت حرب أو سليمان باشا زي ما هو معروف زمان، وفتح محل كبير في الدور الأرضي وخصصه لتقديم الحلويات والقهوة. وبدل ما كان مشروع صغير لا ابتدى يخليه مشروع كبير وضخم، لأنه عمل كمان صالة كبيرة للرقص وتقديم فقرات غنائية زي الصالات الأمريكية المشهورة وقتها، وكانت على شكل دائري زي ما هو معروف. والشكل ده على فكرة كان مشهور قوي قوي في الأفلام العربية القديمة، زي فيلم إيه؟ زي فيلم العتبة الخضراء ويوم من عمري ورصاصة في القلب، وأي فيلم لازم هتلاقي فيه سيرة جروبي. المهم طبعا بسبب فكرة الصالة الترفيهية دي المحل اشتهر اكتر، وكان بيزوروا البشوات والبهوات، ونجح اسم جروبي جدا في مصر، وكان دايما مرتبط بالطبقة الارستقراطية. واكيلي بصراحة كمان كان متجدد قوي، فافتتح مصنع خاص لجروبي في بولاق لصناعة الحلويات والفطاير، واخترع عربية على شكل بسكليتة من ابتكاره علشان تحفظ الايس كريم، ونقله كمان من المصنع للمحلات وتوصيل الطلبات. وبرضه فكرة الدليفري في الوقت ده على فكرة ما كانتش موجودة خالص، وجروبي هو اللي كان ليه السبق في الاختراع ده. المهم أكيلي كان رجل أعمال بالفطرة وشاطر، والشاطر ما بيبطلش تعليم. درس في أمريكا وبعد ما خلص رجع على مصر تاني، وحب يطبق فكرة جديدة، وهو إنه يفتح محل للمأكولات السريعة أو الفاست فود. المحل ده بيستهدف الموظفين والأفندية والطلبة
اللي مش قادرين يدخلوا محل جروبي، لأن معروف طبعا إن جروبي محل علية القوم، وسماه ايه؟ سماه محل الامريكيين. طيب محلات جروبي نجحت ليه بالسرعه كده واستمرت في النجاح ده كمان؟ اولا لانهم عملوا الجديد، صنعوا انواع حلويات جديده في مصر ما كانتش موجوده في الوقت ده، زي المارون جلاسيه والميلفي والاكلير والكريم شانتيه، وكان هو اول من دخل الايس كريم المصنوع لمصر وسماه جيلاتي، بجانب كل انواع الشوكولاته والمربى والعسل والجيلي والمعجنات والمخبوزات، غير انه حافظ على مستوى معين من الرقي والشياكه في المكان كله. واول سبب لده المعامله الشيك المميزه جدا من العاملين للزباين. وعلشان شركه جروبي تحافظ على الجوده كان عندها مزرعه خاصه بيها بتضم اكتر من 500 بقره و500 جاموسه علشان تمدهم بالالبان اللازمه لصناعه الحلويات والايس كريم. غير ان كان في سبب مهم جدا للنجاح، ان اكيلي كان بيباشر الشغل في محلات جروبي بنفسه، وكان دايما يعمل زيارات دوريه مفاجاه علشان يطمن ان كل حاجه ماشيه تمام. ووصل ان جروبي بيشتغل فيه اكتر من 2000 عامل تقريبا، ده غير طبعا عمال المزارع. المهم مات اكيلي فجاه، فابنه وابن اخته ابتدوا يمسكوا اداره محلات جروبي ويمشوا على نفس نهج اكيلي، وسلسله المحلات كبرت جدا واستمرت في النجاح وبقى شغال فيها الالاف. طبعا جروبي كان معروف انه مقهى البشوات والملوك والمشاهير عامه، لدرجه ان الملك فاروق كان بيحب شوكولاته جروبي جدا وكان ليها مكانه خاصه عنده، ولما حب يقدم هديه للملوك اختار شوكولاته جروبي وبعت هديه حوالي 100 جرام من الشوكولاته لملك بريطانيا جورج السادس اللي هو والد الملكه اليزابيث. المهم تمر الايام والسنين وتحصل احداث سياسيه مهمه في مصر، زي حريق القاهره في 26 يناير سنه 1952 اللي كانت من مقدمات ثوره يوليو 1952. الحريق ده طبعا كان حادث جلل في تاريخ مصر واللي كان معروف باسم السبت الاسود. الحقيقه ان في تحليلات كتير لحريق القاهره، بس ده مش موضوعنا النهارده. المهم ان اللي قاموا بالحريق ده كانوا ناس مدربه وكانوا مستهدفين اي شركات او منشآت بيديرها اجانب على ارض مصر، اكتر من 300 محل و30 مكتب لشركات كبيره وفنادق ودور سينما وغيرها طبعا من المنشآت. واللي اتاخد في السكه طبعا محلات جروبي، وللاسف اتدمر على الاخر. ولكن للحظ الكويس ان مزارع ومصانع جروبي ما تاثرتش. قامت ثوره 52 وسقطت الملكيه في مصر، ووصل الرئيس جمال عبد الناصر للحكم، واتأممت قناه السويس سنه 1956، وابتدى بقى طوفان التأميم لكل الشركات الاجنبيه في مصر. ولكن محلات جروبي ما كانتش من الشركات اللي اتأممت، لان بمنتهى البساطه زي ما جروبي كان بيخدم عليه القوم والبشوات والبهوات اغلب الحفلات الملكيه بتتعمل فيه، فالمحل برضو كان بيخدم رجال الثوره. يعني مثلا لما اتبنى السد العالي اتعملت الحفله الكبيره في جروبي بالمناسبه العظيمه دي، وكان موجود فيها رؤساء وسفراء من كل دول العالم، لان جروبي اهل الخبره في الاحتفالات من النوع ده، واغلب حفلات الرئيس جمال عبد الناصر كانت بتتم في محلات جروبي. فكان القرار ان جروبي مش هيتأمم، وتمر الأيام والسنين ويجي عهد الرئيس السادات، ولأن الكل بداية ليها نهاية فكانت نهاية سلسلة جروبي في أوائل الثمانينات لما قررت عائلة جروبي تصفية شغلها وبيع المحلات والمصانع لتغيير الحالة السياسية في مصر. فأول حاجة اتباعت كان مصنع الآيس كريم وتغيير الاسم واللوجو من جروبي لكيمو على إيد الفنان التشكيلي هاني المصري، واللي بالمناسبة على فكرة أنا كنت عاملة حلقة كاملة عنه وحاسبها في الكومنتات تحت. المهم اللي اشترى شركة الآيس كريم هي شركة نسلة، وآيس كريم كيمو باللوجو الشهير الدبة الزرقاء اشتهر جدا جدا في مصر والشرق الأوسط، وكان أشهر آيس كريم تقريبا في تاريخ مصر كلها. وباقي محلات ومصانع جروبي اتباعت للشركة العربية للأغذية سنة 1981، واللي مالكها كان واحد اسمه عبد العظيم لقمة، واحد من قيادات الإخوان وقتها. وفي بعض المصادر إن آخر خبر كان عن عائلة جروبي السويسرية كان في مارس سنة 2009 لما الورثة عرضوا 160 من التحف الفنية لجروبي في متحف كبير في مدينة بازل السويسرية، وكان تحت عنوان اسم قطايب من القاهرة. وخلصت حكاية واحد من أشهر الأماكن في مصر اللي كان شاهد على أحداث تاريخية كتير مهمة، وكان أكتر مكان بيجمع المثقفين والسياسيين والفنانين والمشاهير عامة، مقهى جروبي الله يرحم كل من خدم الوطن في كل زمان ومكان.
كنت معاكم علا أبو السعدات وبرنامج عين.